العيش المشترك والمقاومة المجتمعية، وأي استهداف لهما هو استهداف إرادة العيش المشتركة والكرامة الإنسانية. وإن حيي الأشرفية والشيخ مقصود لم تكونا يوما بؤرتي صراع، بل كانتا رمز للسقوط والعيش، فاستهدافهما اليوم هو محاولة فاشلة لكسر إرادة الشعب صامد لم تنال منه سنوات الحرب والفتنة والحصار، وإنما يجري اليوم هو جريمة واضحة ومستمرة بحق المدنيين العزل، وجزء من سياسة ضغط ممنهجة تستهدف كسر إرادة السكان وزرع الخوف وتجميع الناس وضرب أسس العيش المشتركة، وإن التضييق على الأهالي وتهديد أمنهم اليومي واستهداف لقمة عيشهم ليست حادثا عابرا ولا خطأ فرديا، بل نهج مرفوضا ومدان بكل المقاييس، حيث نقولها بوضوح إن استهداف المدنيين جريمة والصمت عنها تواطؤ وتبريرها خيانة للإنسانية. مطالبتنا الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بتحويل مسؤوليتهم والقيام بدورهم في حماية